تشاهدون في هذا الفيديو أفضل قصص مسلسلات تركية تعرض حاليا تستحق المشاهدة. مسلسل الخفقان يجمع بين التشويق النفسي والدراما العاطفية، حيث تخوض الفتاة أصلي صراعا مع الحياة بعد عملية زرع قلب. مسلسل الخليفة تدور الأحداث حول يلدرز التي تتزوج من الطبيب سرحات، ولكن يكتشف أنه متزوج سرا من امرأة أخرى. مسلسل عيناك البحر الأسود تدور الأحداث حول عائلة ماتشار العريقة التي تعاني من صراعات داخلية بعد أن يصبح رب العائلة على فراش الموت. مسلسل الحسد تدور القصة حول شقيقين يعانون من الغيرة والصراعات الخفية بينهما. مسلسل ولي العهد تدور الأحداث حول صراع عائلة كارسيل على السلطة في إسطنبول. مسلسل أنا ليمان تدور القصة حول 4 نساء ورجل واحد يجمعهم ماضي مليء بالأسرار والخيانة، تتشابك علاقتهم في إطار من الدراما العاطفية، حيث تكتشف الحقائق واحدا تلو الآخر وسط أجواء مليئة بالتوتر والصراعات، ليبرز الحب كعنصر مفاجئ في حياة ليمان وسط هذه العواصف. مسلسل ورود وذنوب تدور القصة حول العائلة والروابط الإنسانية المعقدة، حيث تختبر الصراعات اليومية والأسرار الخفية قوة هذه العلاقات. مسلسل العائلة هي الاختبار يدور حول الطبيب الجراح دوغان الذي انفصل عن عائلته ليبدأ حياة جديدة، لكن عودته لحضور زفاف أخته تكشف عن عالم العائلة الإجرامي وتضعه في اختبار صعب بين ضغوطها وضميره المهني، خاصة بعد لقائه بالمحامية الشابة شارلا التي تعمل في شركتهم. مسلسل هذا البحر سيفيض هو مسلسل تركي تدور أحداثه حول الصراع بين عائلتين قويتين في منطقة البحر الأسود. تتعقد الأحداث مع ظهور شابة يونانية تدعى إيلين في حياتهما، مما يثير عداوات قديمة وجديدة. مسلسل حب ودموع يروي قصة الزوجين ميرا وسليم يواجهان أزمة في زواجهما المثالي ظاهريا في خضم توترات العلاقة والسعي سليم للانفصال. تكتشف ميرا عن إصابتها بمرض خطير، مما يقلب حياتهما رأسا على عقب، ويفرض عليهما مواجهة ماضيهما وأسرارهما، والتساؤل عما إذا كان المرض سيعيد الحب إلى علاقتهما أم يقضي عليه تماما. من هو أفضل مسلسل تركي في نظركم في هذا الموسم؟